احب اقولك يا امرايا، لو انت اول مرة تشوفي فيديو من فيديوهاتنا، ان احنا وصفاتنا دايما سهلة وبسيطة، على قد كوبين 2 دقيق ومعلقتين زيت وكمان بيضة واحدة. وكل التكاليف دي مش بتكلفك 100 جنيه، لا، والحلويات بتقعد في بيتك 3 4 ايام. يعني هتاكلوا وتتهني انت وجوزك وعيالك بالهنا والشفا، وكل ده ب100 جنيه. هتدبري وتوفري مع اختك ام رودي. يلا بينا نصلي على الرسول ونبتدي الوصفة الجديدة، بسكوت الهلال. معانا يا امارات بيضتين 2. انا هنا عامله كميه قليله علشان احنا كل يوم بنعمل حلويات وخايفه على اطفالي. ومعانا كيسين 2 فانيلي، وكمان كوب سكر بودره مطحون. وعلى فكره كوب السكر البودره المطحون ما يعادل 10 او 15 جنيه. يعني تكلفه اللي احنا حطيناه لغايه دلوقتي 26 جنيه. وكمان معانا ربع كوب زيت طعام، وربع كوب زيت طعام ده يعني حاجه بسيطه من ازازه الزيت اللي في مطبخك، برضو مش كتير. وهنقلب المكونات دي مع بعض عشان الخليط يتجانس. وكمان هننزل بمعلقتين كبار جوز الهند ناعمة. لو انت عندك ب5 جنيه جوز هند وركنهم في التلاجة، هتاخدي منهم معلقتين. ومعلقة مربى المشمش، وطبعا كلنا امارات بنجيب المربى وبنحبها، ومعلقة مش هتجزعنا في حاجة. و6 معالق نشا بيضة. وال6 معالق دول برضو لو جبت ب5 جنيه هتاخدي منهم 6 معالق، وهيبقى الباقي لجميع وصفاتنا. وكمان معلقة ونص من البيكنج باودر، يعني ما خلصتيش الكيس. وكمان 3 اكواب دقيق القمح، يعني لو عندك دقيق غلة مش هيكلفك، ولو ما عندكيش يبقى انت هتشتري نص كيلو وهيكفوا معاكي ويفيد. وهنقلب كل المكونات ديت عشان تتجانس مع بعضها. اتمنى يكون سمك العجينه واضح لحضراتكم. هي هتبقى طريه سنه وتحسي انها بتلزق في ايديكي، بس هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. وهندهن الطبق بتاعنا شويه زيت، وده مهم جدا عشان ما تلزقش في ايدينا. وكمان هنبقى ندهن ايدينا برضو زيت، حاجة بسيطة. ونبتدي نشكل العجينة على هيئة كور. انا عاملة وزن الكورة حوالي 22 جرام. انا عندي ميزان بتاع المطبخ وبوزن عليه، لو انت ما عندكيش يبقى اعمليه بمعدل عينيكي وان شاء الله هيطلع كله مظبوط. هنسيبها ترتاح ونغطيها شوية. اهم حاجة في عجين البسكوت او عجين الحلويات ان احنا نسيب العجينة ترتاح شوية. وابتدي بقى اشكلها على شكل هلال زي ما حضراتكم شايفين. جربوها يا امارات، الوصفة هتعجبكم وهتعجب اطفالكم، وانا متأكدة وان شاء الله تاكلوها بالهنا والشفا. وتدعوا لي وتدعوا لوالدتي بدوام الصحة، وربنا يخلي لكم امهاتكم. وتعذروني لغاية هنا، روحوا لقسم الفيديوهات هتلاقوا الفيديو هناك بالكامل، لان فيديو الشورتس بيحتاج تحميل قليل. اتمنى الوصفة تعجبكم وتقدروا مجهودي وتعملوا له لايك، ولو ما عجبكوش الفيديو يا ستي اعملي لي ديسلايك وانا راضية. والسلام عليكم.